السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذا الفيديو هذا نشوف فيه إيمان أو أيمن خليف تم طردها من جميع مسابقات الملاكمة العالمية بجميع أصنافها، وتم تجريدها من جميع البطولات، أي جميع الميداليات اللي خدتها تم تجريدها منها وسحبها منها بعد تأكد أنه ولد وليست بنت. مهم ما نطولش عليكم، شاهدوا هذا الفيديو حتى النهاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الصورة كنت نسمع في الإخوة المغاربة يقولوا لك باللي هذا ذكر. أنا حبيت نقول بعد ما طلع وياي أي مغربي الحين، تو أول واحد طلعت البنت هذه ما قالت شيء. والله لا، قالت هذا ذكر، هذا ماشي أنثى. أنا شخصيا قلت ذكر، يعني الحق يقال صراحة. أنا كنت نسمع في الإخوة المغاربة يقولوا لك باللي هذا ذكر. أنا حبيت نقول بعد ما طلع وياي أي مغربي الحين، تو أول واحد طلعت البنت هذه ما قالت شيء. والله لا، قالت هذا ذكر، هذا ماشي أنثى. أنا شخصيا قلت ذكر، يعني الحق يقال صراحة. والله ما في مشكلة. أنا حبيت بس نقول لك ذكر أنثى. المهم هذا راح إن شاء الله يعلي العلم الجزائري في فرنسا. احنا هذا اللي يهمنا. شوف الغالي، احنا ما نشوف العلم الجزائري أساسا في فرنسا من زمان. وين ما رحت في فرنسا تحصل علم جزائري، صحيح ولا لا؟ لا بس هذا معه ميدالية ذهبية يعني. تمام، بس الصدق يعني يا أخوي، أنت وش اسمك؟ بروكلين، وش اسمك؟ أنا اسمي وليد. أخوي وليد، والنعم وياك جاسم. يعني بالعقل شفت شعر مرأة هني؟ انا قلت لك هذا ذكر، ما في مشكل، انا سهلتها لك يعني. ذكر خلوه يشارك مع الذكور. احنا هدفنا نجيب ميداليه ذهبيه، ما عندناش مشكل. احنا لو في ذكر عنده يعني باي طريقه، المهم تجيبون الميداليه. المهم نجيبوا ميداليه ذهبيه. انا الشيء اللي محيرني، ايوه، انه ليش العرب كلهم يتكلموا عليه؟ يعني لو كان في راسي يتكلموا عليه. لا احنا لانه يمثل. شوف، اذا فازت الجزائر تمثل كل العرب، واذا فازت تونس تمثل كل العرب، واذا سقطت احنا العرب اللي يهز فينا اذا ودنا نروح عربي يشارك، هذا يمثل العرب. انتم معانا مسلمين عرب صح؟ احنا مسلمين. تمام، مسلمين وعرب، يعني تمثلون احنا كالعرب مع بعض. بغض عرب وامازيغ، احنا نمثل المسلمين ما نمثل العرب. خليك من العرقيات والتهموشيات وضعفة الهويه، وهذا مازيغي وهذا عربي وهذا قريشي وهذا الحنبليات. احنا اليوم الاجانب يقولون عنا عرب، ما يقولون عنا هذا امازيغي ولا هذا غيره. هذا ازمه الهويه خلف موضوع ثاني. يعني الامازيغي يا مرحبا به، والعربي يا مرحبا به. يعني احنا جماعه يوم الغرب يتكلمون عنا يقولون Arabic people، ما يقولون Amazigh people، ما يقولون قريش بيبل، والله يا اخي ما يقولون فلسطين بيبل، يعني يقولون عرب. يعني احنا جملة فرضا، المهم احنا مسلمين خلنا تماما، فرضا احنا كنا امازيغ تمام، حتى انا امازيغي قريشي ما علينا. الحين هذا اللي راح يمثل المسلم يروح يمثل بالخلقة هذه، يعني بالحلاقة هذه، بالحلاقة مرأة بحلاقة رجل وبصدر رجل، يعني يمثلك الإسلام شيء. هذا الإسلام يتكلم عنه. ما في مشكلة، نقدر نجاوب. تفضل. الله يزيد فضلك. أنا بالنسبة لي أنا، المهم هذا الإنسان اللي راح تمثل سواء جزيري ولا جزيري ولا ذكر ولا أنثى، المهم الجينات نتاعو جزائري. أحسن من بعض الدول العربية اللي هما قاعدين يجنسوا. يجيب لك واحد اجنبي ما يجي عادي، اذا مسلم يجي مرحبا به، يجي انا ابوي يجي عادي يتجنس. انا بتزوج بنغاليه وبنجيب منها اسلاميه، على اساس افضل اني اتزوج فرنسيه على الاوراق وانجب منها واحد منطوخ له رجل ولا مراه. معليش خويا تسمعني، معليش انا نسمعك، حتى انت اسمعني شويه باش. ايوه بس لا تقول لي افضل وما افضل. احنا نتكلم عن واحد يمثلنا كنا كمسلمين، لا تقول لي احنا افضل من بعض. احنا لازم نكون افضل من الغرب، ما نكون افضل من بعض. معليش خليني نتفاعل معك شويه، لازم تسمعني كمان. انت تمرر كلام، ما تقول لي افضل من بعض العرب، هذا تمرير للكلام. هذه مناقشه الفاشلين. تمرير النقطه اللي كان ودي اوصل لك اياها. دام يمثل المسلمين لازم يمثل الاسلام احسن صوره، تكون المراه مراه والرجل رجل. احنا مو بقوم لوط،
اوكي ما في مشكله. انا نسالك الرجل سؤال. على هيئه رجل والمراه على هيئه مراه. اوكي انا ورب نسالك سؤال. العالمين اكرم المراه بوايد اشياء، هذا متعذب مع الدوره الشهريه على الفاضي. انا نسالك سؤال. تفضل. الله يجزي فضلك. ويت لحظه بسال واحد اجنبي. لحظه بسال واحد اجنبي. برو can I ask you something? Is it a boy or girl? A boy. يا السلام عليكم. ثانك يو. سمعت الحين حتى واحد اجنبي سمعته قال لك بوي ما قدر يكملها. But he's not a foreign people. He's Arabic like you. Yeah, he's Arabic like me. Huh? Yeah, you're not asking a foreign people. That's why I'm asking him in English. قولوا لي على موقف مشرف للدول الإسلامية أو العربية. المغرب مشهود بها بمواقفها في قضية فلسطين وفي قضايا كثير عربية. أما أنتم مقهورين العرب كلهم ما يبغوكم، ما لكم أي موقف مشرف مع أي دولة عربية ولا دعمتوا أي دولة عربية. أعطونا موقف مشرف دولة الجزائر. شوف الجزائر ما هيش قاعده تقوم مع، ما توقفش مع الدول العربيه المسلمه. اول دوله الجزائريه اللي قاعده توقف مع الدول العربيه المسلمه. انتم المطبعين اللي خاينين الاسلام، خاينين القضيه الفلسطينيه. كمال ابو تركي نحاولوا ما نسبوش تكون معنا سيها. لا انا ابغى اتكلم الان. تقول المملكه العربيه السعوديه واحنا مطبعين. اعطيني الدليل ان المملكه العربيه السعوديه مطبعه. يا ابو تركي ما عندهم دليل. انا ما اكلمك انت قاعد اسال. انا ترى اقدر ارجع للموضوع الثاني. السلام عليكم. السؤال اعطيني دليلك ان المملكه العربيه السعوديه مطبعه. الاخ تركي انا احلفك بالله العلي العظيم ما تسبش، الله يرحم بها الوالدين. خلينا النقاش باحترام، الله يرحم بها الوالدين وشكرا. شوف يا سيهام والله ابو تركي الا انسان محترم وكنعرفوا قدر الكلام ديالك، ولكني عيب ما قامت به مارس باتو طيحت له الهضره الام ديالو تا هو مسكين عاد مات. السن بالسني صافي دابا تجاوزي، راه طلعت مغربيه دابا وهذا صافي. معنا المحارب اللي هو الدكتور سامان من العراق. تفضل المحارب ومعنا تطلع المغربيه احترمها، طلع الجزائريه تخليه يقول لها كلام العيب. بلاتها كمال اخويا العزيز اخت ليلى، انا منين شفت ابو تركي طلعت انا كنت في اللايف مع كمال ونزلت، لان كنعرفو كيتعصب وكيبقى يسب وداك الشيء هبطت بحالي. انا كمرأة كنحترم نفسي، انا نحترم نفسي ونحترم الجزائريين. سمعي لا تخيف. هذه المره الثانيه يا سهام تجيب بنات السعوديه على لسانها. لا تجبدي حتى شي حد. الثالثه اقسم بالله لا خذ فيه. انا نجاوب دقيقه يا اخت مغربيه، دقيقه الله يخليكم عشان هذول بيشردوا من السؤال. انا سالتم سؤال، اعطونا موقف مشرف للجزائر للدول الاسلاميه والعربيه، قالوا انتم مطبعين. انا اقول لكم اعطوني موقف مشرف لكم. اعطينا دليل انك دافعت عن القضيه الفلسطينيه. اعطينا دليل. خليني نقعروا. شوف احنا ما عندنا حتى موقف مشرف. القضيه الفلسطينيه قدمت لها جيش في 48. القضيه الفلسطينيه قدمت لها جيش في اخرسي. القضيه الفلسطينيه قدمت لها جيش في 48. القضيه الفلسطينيه قدمت لها شهيد بنسبه ملك. القضيه الفلسطينيه اخرسي. اسمعي هذا التاريخ اللي ما تعرفينه. هذا التاريخ اللي ما تعرفينه. اسمعي التاريخ اللي ما تعرفينه. المملكة العربية السعودية قدمت ما لم تقدمه. أريد أن أسأل سؤال أنت رد. طيب سكت عيبة. ابو تركي معنا سيهم غنهبطوا هبط. انا طلعت كقاهرة ديالي باش وراه الاخر اللي كيسبوا كيقول لك عطيونا قضيه عربيه وانتم كتسبوا. كمال انا كلامي معك يا كمال انا كلامي معك. انت خليهم يحطوا ميوت، خلني اقول مداخلتي. انا اقول لك المملكه العربيه السعوديه في 48 قدمت. انا اكلم كمال، لو كلمتك انت بكلمك بطريقه ثانيه. تمام. انا قدمت في 48 جيش بقياده الامير منصور بن عبد العزيز. انت مريض انت شويه. تقنيك انت اخويا كمال. ابو تركي كان يتكلم بادب ولكن هم اللي رفضوا. يا اخي انا قاعد اكلمك يا كمال.
الآن السؤال ماذا قدمت المملكة العربية السعودية في القضية الفلسطينية؟ قلت لك قدمت جيش في 48، قدمت شهيد برتبة ملك، قدمت تريليون الريالات في غزة. من أخرج منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب عندما جبنت الجزائر ومن هي على شاكلتها؟ كمال ممكن تجاوبني؟ من الذي أخرج منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب الأمريكية؟ شوفوا يا ناس أنا نجاوب. السعودية كمال أنا قاعد أكلمك أنت، هذه لا تكلمني بأفسخ فيها. معليش غير بدون سب، بدون سب، تجاوب بدون سب. تفضل يا ماري. أنا أبغاك أنت